النهارده هقول لكم ازاي نعمل ارياش الخروف على الفحم في البيت بألذ تتبيله، وازاي تطلع معانا طريه، واقول لكم افضل انواع الخرفان في الشوي. الخروف طبعا البري الصغير في السن ده بيكون احسن حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين السوا من جوه عامله ازاي؟ ما شاء الله، روعه، طعم روعه، والسوا روعه، وتتبيله مفيش احسن من كده، ونعملها في البيت بكل سهوله. ده طبعا الارياش اللي هنعملها النهارده. طبعا يفضل طبعا الخروف بتاعنا يكون بري. لو الخروف بتاعنا يكون بري تلاقي العظميه بتاعت الرياش ديت ضعيفه عن كده، وفي نفس الوقت قطع اللحمه بتلاقيها اصغر من كده شويه. ولكن ده طبعا ده الخروف بتاعنا اللي هو العادي البلدي، فبتلاقي قطعه اللحمه بتاعته كبيره، وفي نفس الوقت العظميه بتاعته كبيره. بيبقى في السوا كويس، ولكن طبعا ما هوش زي البري. البري بتكون اللحمه معاكو زبده دايبه ذوبان، ولكن طبعا البري مش متاح كتير في المحيط بتاعنا. فاحنا النهارده هنعمل الخروف بتاعنا العادي اللي هو البلدي، وهنعمل له تتبيله حلوه قوي زي بتاعه المطاعم واحسن كمان. وهنا عشان نعمل له التتبيله بتاعته هنحتاج معانا بصله كبيره او بصلتين متوسطين، وهنبشرهم على الجهه الخشنه ديت زي ما انتم عارفين كده. طبعا كلكم بتعرفوا تبشروا عادي، الموضوع سهل يعني. وهنا طبعا بعد ما بشرناهم، اول حاجه هنقدر نعملها دلوقتي ان احنا هناخد البصل بتاعنا ده كله نعصره من الميه اللي فيه، يعني نصفي الميه اللي فيه ده كلها، وهي ده الميه اللي هنحتاجها في التتبيله بتاعتنا. طبعا احنا مش هنحتاج التفل خالص في اي حاجه. هنحاول نصفي الميه، نحاول ما يبقاش في تفل خالص في الميه، لان التفل ده لما بيفضل على اللحمه بيعمل ايه؟ اول ما اللحمه تنزل على النار بتتحرق مننا على الفحم. طبعا هنصفي بقيه البصل كله كويس، واهم حاجه زي ما قلت لكم ما يبقاش في تفل خالص في البصل. بعد كده هنبدا في بشر الطماطم، والطماطم مش هتفرق نبشرها على الجنب الخشن او الناعم، المهم نبشرها ما نعورش نفسنا. وبعد كده هناخد الطماطم ديت، طبعا مش هنحتاج القشر بتاعها ولا البذور، فهناخدها الافضل كده على الميه بتاعه البصل، نجيب مصفى ونبدا نصفي الطماطم بتاعتنا ده كويس. ناخد الميه بس بتاعت الطماطم ونخلي القشر والبذور زي ما هي هتفضل في المصفى. طبعا نصفيها كويس. وهنا طبعا لازم عشان نعمل تتبيله كويسه، اهم حاجه نختار تتبيله اول حاجه ما تسودش معانا اللحمه، وفي نفس الوقت تدي طعم حلو حلو للحمه، وبرضه تساعد على السوى. هنا بعد ما صفينا طبعا القشور، هناخد القشر والبذور ده نركنها على جنب، وهي ده الميه بتاعت الطماطم والبصل هنعمل فيها التتبيله. هنحتاج معانا نص معلقه من الفلفل الابيض، وهنضيف عليهم كمان نص معلقة من الحبهان، وعليهم كمان بابريكا مدخنة ربع معلقة، وعليهم شوية من الكزبرة تقريبا حوالي ربع معلقة، ونحتاج عليهم كمان معلقة من الملح. وهنا هنضيف عليهم كمان 4 5 معالق من الخل. وهنا التتبيلة بتاعتنا كده هتكون تتبيلة 100%، حاجة 10/10. هنبدأ ده كله ندوبه كويس. أهم حاجة ندوب كويس بحيث البهارات والملح وكله يدوب معانا في ميه البصل والطماطم. وهنا طبعا بعد ما ندوبهم هننزل كده اللحمه بتاعتنا او الريش بتاعتنا في بوله. الريش بتاعتنا دي طبعا برضو اخدتها حطيتها في مصفى، بحيث ان هي لو فيها ميه او فيها اي حاجه تصفى معايا كويس. وما غسلتهاش طبعا لان هي جايه من عند الجزار نظيفه، ما ينفعش اصلا نغسل اللحمه. كده احسن ما نتبلها، كده يكون افضل، هتشرب معانا اكبر كميه من التتبيله. لكن لو غسلناها هتفضل محتفظة بالمية جواها، فهتيجي عشان تقلب فيها التتبيلة فمش هتشرب معانا كويس. هنا نحاول نقلبها كويس ونغطي عليها بستريتش ونحطها في التلاجة، ونبدأ نشوي تاني يوم. أقل حاجة المفروض نسيبها في التتبيلة 8 ساعات. أنا هنا هغطي عليها وهطلعها تاني يوم أبدأ أشويها. بس أهم حاجة التقليب كويس، بحيث إن هي كل الأرياش بتاعتنا تشرب تتبيلة، ما يبقاش بس الجزء اللي تحت والجزء اللي فوق ما يشربش. وهنا طبعا تاني يوم ولعنا الفحم بتاعنا، والفحم بتاعنا اهم حاجه لما نفرده. هنا بعد ما ولعناه، هنا طبعا انا فردت الفحم بتاعه اهو، الجزء اللي انا هشوي عليه. اهم حاجه الجزء ده ما يبقاش جزء سميك. يعني ايه سميك؟ يعني ما يبقاش الفحم عالي في المشوى بتاعتي، لان الفحم لو عالي، لو جزء كبير عالي، هيعمل ايه الجزء العالي ده؟ هيقوم جاي محرق لي اللحمه من بره ومش هيسواها من جوه. فانا هنا هعمل طبقه متوسطه او اقل من متوسطه كمان، يا دوبك جزء كده مفرود على في المشوى بتاعتي، وهحط عليه الشبكه، وابدا ارص الحاجه بتاعتي اللي هي ريش، ارصها واحده جنب واحده كده. وكل ما احس ان في واحده عايزه تتقلب طبعا هقلبها. طبعا هندلع نفسنا كده بشويه فلفل وشويه طماطم عشان يشوا معانا. طبعا المشويات بتبقى محتاجه فلفل وطماطم بصل على حسب الحاجه اللي بتحبوها او الخضار اللي بتحبوه تشووه مع الحاجه بتاعتكم. هنا طبعا انا بشتغل الشبكه واخبطها كده في المشوى. ليه؟ لان لما تشتغل وتخبطها في المشوى كده بتنزل الدهون، سواء ريش او فراخ او اي حاجه، بتنزل الدهون اللي فيها فبتعمل ايه؟ بتعمل دخانه. لما تدخل وتعمل دخانه كده بتدي طعم حلو للايه؟ للحاجه اللي احنا بنشويها. شايفين شكل الحاجه مشويه وعامله ازاي؟ تحفه. ولونها عامل ازاي؟ حاجه مفيش بعد كده.
شايفين المشعوطة شوية ديّة بيبقى فيها دهون، يعني الدهن هو اللي عامل كده، دي مش لحمة، ده كلّها من الجنب ده كلّه دهون.